ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المودة وما ذكرش الحب. لو الحب أهم من المودة كانت ذكرت في القرآن الكريم بين الزوجين. المودة العلاقة الطيبة، الكلمة الطيبة، النظرة الطيبة، التغافل عن الأخطاء والغلطات، حفظ العشرة، الرحمة، الحنان، مراعاة المشاعر. كل المعاني الجميلة بتجتمع في كلمة مودة. يبقى المودة أهم من الحب. الحب كلمة وبتتقال، ممكن أقول لحد أنا بحبك بس معاملتي مش كده خالص. فخلي بينكم دايما مودة. المودة أهم من الحب. خلي بينكم مودة.